السلام عليكم اصدقائي الاعزاء، ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اخويا الكبير ما قاليش كل سنه وانت طيب، ولا هو ولا زوجته ولا ابنائه. يا عم معلش، ولا يهمك، قول انت. اتصل وقول كل سنه وانت طيب. هو برضو الكبير. طب واخويا الصغير ما قاليش كل سنه وانت طيب، ولا هو برضو ولا زوجته ولا ابنائه. معلش، خليك انت احسن من الكل، مش هو ربنا اللي قال كده؟ وخيركم من يبدأ بالسلام. اعمل الطيب. معلش، ما هو انت اخواتك ممكن يخطئوا الخطأ وما يعرفوش يرجعوا عنه، وما كانش موجود حد رمانة ميزان يقدر يظبط الامور، هتبقى قطيعة. فقول انت للكبير كل سنة وانت طيب، وقول للصغير كل سنة وانت طيب، لعل وعسى ان الدنيا تتظبط. لكن بالنسبة لاولاد الكبير واولاد الصغير، انا ما بخصبكش تقول لحد فيهم. هم هيقولوا لك خير وبركه، اللي يقول يا عم اهلا وسهلا وعلى دماغنا، واللي يقول يا خال اهلا وسهلا وعلى دماغنا، واللي ما يقولش يريح. ما تزعلش نفسك. اللي تقدر تعمله اعمله، واللي ما تقدرش تعمله ما تعملهوش. محدش يقدر يجبرك عليه. ولكن اخواتك حاول بقدر الامكان تتماسك معاهم وتبقوا حزمه واحده ان امكن. اما اذا كان في حد مصر على الانفصال وعلى القطيعه، فربنا معاه ويصلح حاله. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم.